اليوم فيديو جديد، جيت نحضر معاكم هاد الحلوى. كتجي بنينة وبنفس الوقت ساهلة. روحوا معايا نعدلها ونبداو على بركة الله. بسم الله. هنا عندي 2 بيضات. هنا درت المقادير، ماشي كتيرة، درت غير شوية. هنا نحتاجو 2 بيضات. هنا كيما تشوفوا انا ما درتش بزاف، ما درتش كونتيتي كبيره. نتوما الا بغيتو ديروا كونتيتي كبيره زيدوا في البيض وزيدوا في الزيت وزيدوا في المقادير. المهم هنايا غادي ندير 2 بيضات وكاس ونص نتاع سكر كلاصي، وغادي نخلطهم حتى يذوب معايا سكر. هنا نحتاجو كاس مع مرش نتاع الزيت، ونزيد عليهم 2 معالق تاع الزبده، واحد الساشي تاع الفاني، وواحد القبصة تاع الملح. وانا غادي نخلط المكونات. هنا عندي زلافة تاع الفول السوداني، حمرته وطحنته. وغادي نخلط الخليط، وغادي نزيد عليهم الدقيق. هنا كما قلت لكم غادي نزيد الدقيق حسب الخليط. هنا عيني ميزاني درت واحد بحال نص معلقة نتاع الخمارة نتاع الحلويات، معلقة صغيرة، غير نص بيها. هذيك راه كانت عندي فيها 13 غرام، 13 غرام، ودرت غير شوية منه. المهم غادي نزيدو الدقيق حسب الخليط. هنا كيما راكو تشوفوا غادي نجمع العجين بالدقيق. خص القوام ما يكونش قاصح وما يكونش جاري بزاف بحال هاد القوام. كي تجمع معاكم هكا في يدكم العجينه يعني سيبو راها العجينه واجده. وهنايا هنا غادي نبدا نبسط فيها. نحتاج جوج اوراق تاع الطبخ. غادي ندير واحد الورق لتحت وواحد غادي نديرو الفوق باش نبسطها كيما هاد الشكل. المهم هذا هو الشكل. انايا كتعجبني رقيقه، انا درتها رقيقه. وانتم الا ما تعجبكمش رقيقه ديروها شويه غليظه على هاد الفورمه. وغادي ندوز نشكلها على شكل هلال بحال هاد الطريقه. قبضت الكاس عادي وبديت نشكل به. مهم طريقه سهله مبسطه كلشي كيعرف لها بحال هاد الشكل. كما قلت لكم الا بغيتو تزيدوا في السمك ديالها ما تبسطوهاش بزاف، خليو شويه تكون غليظه. المهم غادي نستمر، وهنا غادي نستمر على نفس الطريقه. غادي نكمل كاع العجينه ديالي وغادي نوضعها في الصيني اللي يدخل الفران، وغادي نوريكم الطريقه تاع التزيين. هنا كما تشوفون شكلتها كامل، وغادي ندهنها بالباية تاع البيض.
وغادي نزينها باللوز إيفيلي. كما راكم تشوفوا الطريقة ساهلة، ما فيهاش تعقيدات، ساهلة ماهلة. ان شاء الله تعجبكم هاد الطريقة، وما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك إلا عجبتكم القناة ديالي. الف مرحبا وبارك الله فيكم على المتابعة، وشكرا. هنا غادي نكمل كاع الحلوى ديالي، غادي نكملها التزيين وغادي ندخلها الفور على درجة 180 درجة، وما كتاخدش معنا وقت كبير. هكا 15 دقيقة ماكسيموم 20، ما تفوتوها لهاش. المهم حتى تحمر معاكم تشوفوا هذاك اللون الذهبي وخرجوها. وراكم تشوفوا ما فيهاش تعقيدات وما فيهاش شي مكونات كتار. مهم كتجي بنينة صراحة، كتوجديها لدوازاتاي في السعبيد في هكا، وان شاء الله تعجبكم وقبلوا عليا كما نقولوا. وهذا هو الشكل النهائي، هذا هو كما وهذه هي الحلوة تاع هذا النهار وجدتها معكم. خفيفة ظريفة وكتجي بنينة. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. وهذا هو الفيديو تاع هذا النهار، ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم وتقبلوا عليا، وان شاء الله الى فيديو جاي، ومع السلامة.